السلام عليكم ورحمة الله. طليت عليكم اليوم بهذا المقروض كنت راح نديرو، قلت علاه ما نشاركوش معاكم، بقالي شويه غرس في الدار من العيد، قلت نديرو مقروض سنيوه. هذا المقروض يوجد بالخف، ساهل ويجي جد لذيذ، يشبه المقروض المقلى في الجو. نبداو على بركة الله. انا درت هنا 4 كيسان دقيق متوسط رايح في الرطب، هاو كيفاه تجي حبتو. الكاس اللي استعملته 240 مليلتر، زدت له نص كاس فرينه، وزدت له نص مغرف صغيره خميره الحلوى، هذه تعطيه يجي شويه هكا طري هشيش، وزدت له نص مغرف صغيره ملح، وزدت له مغرف كامله فاني. ودركا راح نبدا ندير له الماده الدسمه. هنا درت كاس سمن ذايب بارد، وزدت له نص كاس زيت، ونبدا نبس فيه. طريقه التبساس تاعو كيما تاع المقروض العادي، تبسيه حتى تحسي هذيك الحبه تاع الدقيق تاعك تبلت، تحسي هذاك السمن طلق الماء تاعو بهذه الطريقه كيما نعرفوا، تحسيه جا خفيف كي يشكل لك هذيك لابول. راني بعد ماني سرعت الفيديو حتى كي كملت ودرت لكم مع الاخر هكذا. ومن بعد نجي نبلو بالماء، ماء عادي فاتر يعني موش بارد وموش سخون. درت له نص كاس ماء ونص كاس ماء الزهر وخلطهم. تقدري ديري ماء زهر وحده، تقدري ديري ماء وحده. نبدا نبل بالكاس هذا تاعي حتى يبقى لي واحد دودوا، حسيتها باللي بزايد عليها، حبست لها، حطيتها في كيس بلاستيكي خليته يرتاح باش نروح باش نروح نوجد الغرس. ونتمنى البنات انكم تدعموني وتخليوا لي لايك وتبارطاجيو قناتي فضلا وليس امرا، وبارك الله فيكم. هاو بعد ما غطيته هكذا غرس المقروض هذا يجي سريع، يعني اذا بغيتي ديري حاجه مزروبه ديريه هذا وروح للغرس. الغرس تاعي بعد ما فورته شويه درت له مغرف زبده وزوج الى 3 مغارف زيت، وبديت نعجن فيه، نعجن هكذا. والاضافات يعني انت حره، تقدري ديري له جنجلان، تقدري ديري له كاوكاو. انا كان عندي شويه كاوكاو محمص ضفته، وعندي ودرت على راس المغرف قرفه وعلى راس المغرف قرنفل مرحي، ها هكي هكذا شويه كاوكاو وعجنته. الغرس تاعك الطراوه تاعو اي لازم تكون كيما طراوه العجينه، كيف نفس لا ديكستور. بعد ما عجنته كامل نرجع دركا هاو كيف يجي، نرجع للدقيق تاعي نكملوا هذوك دودوا تاع الماء اللي بقالي باش يجيني طري مليح. لكن شرب لك اكثر تقدري تزيدي اكثر الماء انتي والدقيق تاعك. انا بعد ما ضفت له هذاك ما نعجن غير بصباعتي، ما نعجنوش، نلمو برك فقط. بعد ما لميته كامل هاكم كيما هكا تشوفوا، قسمته الى 2 كويرات متقايسين قد كيما راهم، ونبدا نحضر فيه. التحضير تاعو ساهل. جبت بلاطو دهنته بشوي زبده ونبدا بلاطي في الكويره الاولى. هاو كيفاه درتو، حاولت اني نسوي له الوجه تاعو بيان. وهنا الغرس نديرو في كيس بلاستيكي على نفس الحجم تاع البلاطو تاعي، وبديت نحل فيه بالقنوط. كي حليته هزيته حطيته فوق العجينه الاولى هكذا كما راكم تشوفوا. بعد ما حطيته، الا كان شتي تفتت لك ولا تنحات لك بلاصه هزي وبيسي انتي تغطي هذوك البلايص عادي كيما نخدموا البراج. والطبقه الثالثه نفس الطريقه هكذا، ونبدا نسوي فيه، يعني مش راح هكذا كيما راكي تشوفي. ما تخافيش مام تفتت لك انتي هزي البلايص الخشان نقصي منهم والبلايص الرقاق وتسوي هكذا بهذه الطريقه. انا سويته بالسباتولا عفوا، وانتي تقدري ديري مغرف اي حاجه عندك، لاكوبات كل شيء يصلح. ومن بعد قطعته الى مربعات. انا ما قطعتوش مثلثات باش ما يخرجوليش لي شيت، مربعات يخرج لك بيان فيني وباهي. بعد ما كملته هزيت النقاش، نقشتي حره، تقدري تنقشي بزاف تقدري تنقشي شويه كيما تبغي. انا كعد ما عندي تما اي مناسبه ولا نقشتو نقش خفيف يعني. وتقدري ديري فيه كاوكاو في وسطو، تقدري ديري فيه لوزه في وسطو، اي حاجه. بعد دخلته للفور، كي دخل الفور طابلي وسقيته بالعسيله بارده وهو سخون. وهزت لي واحد 500 غرام عسل، كان شتيها خاصه زيدي لها شويه حتى ل 600 غرام. كي تشوفيه يشرب زيدي له. وصدقوني البنات يجي جد لذيذ. وان شاء الله نتمنى انكم يعجبكم وصفاتي وتخليوا لي تعاليقكم. وبالنسبه لي سناو الخياطه نقول لهم استناوني شويه، راني قريب ان شاء الله نرجع للخياطه كيما وعدتكم. وهاو في النهايه جيو يومكم طيب واسعد الله ايامكم.